ال- اللجنة الأولمبية خرجت من شوية كده ورفضت قرار الأهلي أو شكاوى الأهلي اللي مقدمها على ماتش الزمالك، وإن هم عايزين حكام أجانب والماتش يتعاد، والحوارات الكتيرة اللي الأهلي كان عمال يعملها الفترة اللي فاتت دي. طيب، دلوقتي اللجنة الأولمبية رفضت شكاوى الأهلي واعتمدت إن الأهلي خسران وهيتخصم منه 3 نقط آخر الموسم. يعني هي خسران ماتش الزمالك و3 نقط كمان آخر الموسم. وده الأهلي قال بصراحة لو موضوع ما اتحلش وكده أنا هنسحب من الدوري. طيب، الاهلي قادر بقى انه ينسحب من الدوري دلوقتي؟ مش عارف. جت شركه الكوره بنادي الاهلي من نص ساعه طلعت وقالت يا جماعه احنا مش هنقدر ننسحب من الدوري علشان في عقوبات ماليه هتبقى كبيره جدا، هتعدي 200 مليون جنيه على الاهلي، وده رقم كبير جدا وما ينفعش ان احنا ننسحب من الدوري. طيب، ده كده تمهيد ان الاهلي مش هينسحب من الدوري، بس هو بيحاول يحسن شكل الاهلي شويه، ان هو بقاش انا تراجعت عن الدوري، لا، شركه الكوره كمان اوسط ان احنا ما تراجعش على الدوري، والخطيب يبقى ما رجعش في كلامه. هم يحاولوا يجملوا الموضوع عشان يطلع في الاخر الخطيب ومجلس الاداره شكلهم كويس شويه، لكن هم كده كده هيلعبوا الدوري، وكده كده هيرجعوا عن الكلام، وكده كده هيطبق عليهم عقوبات وكل حاجه. فالاهلي دلوقتي عايز يشوف مخرج للجماهير بعد الجماهير ما كانت احنا في ظهركم احنا في ظهركم يلا وطهروا الرياضه المصريه، والاهلي يرسم الخط وباقي يمشي عليه، والشعارات الكدابه اللي كانت عماله تطلع الفتره اللي فاتت دي كلها. في الاخر الاهلي زيه زي اي نادي، زي الزمالك متخصم منه 3 نقط وشال 3 نقط تاني اخر الموسم. الاهلي برضه زي كده، مفيش اي مشكله خالص. قرار اللجنه الاولمبيه بيقول ان كل الانديه واحد، مفيش اي فرق عندي في اي حاجه. دلوقتي اللي بيحاولوا في الاهلي ان هم يعملوه ان هم يحسنوا صوره مجلس الاداره والخطيب لما يقولوا هنرجع على الانسحاب ونلعب في الدوري. فبيجيبوها في شركه الكوره اوسط شويه، يقول لك كبار النادي اوصوا ان احنا نلعب ومش عارف ايه والكلام ده كله بلعب. ان هو حتى اللجنه الاولمبيه قالت قرار القانون اتطبق كله. فالقانون اتطبق يعني ايه؟ يعني الاهلي لو انسحب هينزل الدوري الايه؟ الدرجه الثانيه، الدوري الادنى، فينزل الدوري الدرجه الثانيه ويتحرم مشاركه في الدوري سنتين. فالموضوع هيبقى بائس قوي، ما ينفعش حاجه تحصل زي كده يعني. فالاهلي مش يعني مش هيحصل كده. هو طبيعي الاهلي مش هينزل دوري درجه تانية، ولا هيضحي بنفسه باللعيبه اللي عنده دي كلها ان هو ينسحب من الدوري. في لعيبه كتيره تقول لك يا باشا طب السلام عليكم انا ماشي. يعني انت هتنسحب من الدوري وانت كده غير نادي غير مستقر، وممكن السنه الجايه تلعب دوري درجه تانية. واحد زي بن شرقي ولا المحترفين دول كلهم ولا اللعيبه التانية هيقول لك يا باشا انا عايز العب في دوري درجه تانية، العب بقى مع ديكيرنس وتحطني في مجموعه بحري بقى ولا مجموعه ايه بقى، اقعد العب مع مين انا والشغل ده كله. فما ينفعش. هو من الاول خالص السخونيه بتاعت الاهلي دي كانت غلط. سخونيه الاهلي الجامده قوي دي كلها اللي خلت علت طموح الجماهير وعلت سقف طموح الجماهير، ده كله ده غلط. فما ينفعش اللي ده كله ده كان حصل. دلوقتي بيدوروا على مخرج علشان الاهلي يخرج بشكله كويس شويه قدام جماهيره، ويبقى حافظ على صوره الخطيب مجلس الاداره، ما يبقاش اسمهم ان هم ايه، رجعوا في كلامهم وانسحبوا. بس كده، شكرا.